دي الحاجة الثانية اللي وضع تخطيط المعماري للمسجد بعد ما كان كلف بيه المهندس الفرنسي ووضع تخطيط وما بدأش فيه، كان تركي أو عثماني واسمه يوسف بشناق. تمام. وهو اللي بدأ يكمل فيه واتعمل المسجد بيبقى فيه ترميمات. يعني في احد الزملاء ليكوا بيسالني طب هو الاثار ما بتترممش؟ لا، الاثار بتترمم وبيهتموا بيها، بس مهم قوي في ترميم الاثار وهم بيرمموها ان هم يحافظوا على النسق المعماري بتاعها والنسق التاريخي، ويستخدموا مواد تشبه او تبقى زيها زي المواد اللي موجوده، اللي ما تاثرش على الاصل. يعني ايه ترميم؟ يعني مثلا حصل إعادة تأهيل، إعادة هيكلة أو إعادة تأهيل ليها أو تجديد. ممكن حاجة مثلا تبقى اتكسرت منها غير، فيبدأوا إن هم يصلحوا الجو يعملوا.